انتشرت بالعاصمة الجزائر في الآونة الأخيرة محلات خاصة تقدم وجبات تقليدية، والشخشوخة الحضنية إحداها، حيث يقصدها الزوار من كل مكان للتمتع بذوقها الأصيل. وما يزيد من أهمية هذه المحلات تقديمها لتلك الأطباق في جو بدوي، وبالتحديد في خيمة الوبر التي تنتشر بالصحاري العربية. لا تغرنك مظاهر التمدن هنا، فعلى بعد أمتار معدودة من شارع الدال إبراهيم غرب العاصمة الجزائرية وجد محل للمأكولات التقليدية يأخذ زائره سريعا إلى الجنوب الجزائري الأصيل. هنا لا مكان للأكل الخفيف، فقط الأطباق التقليدية ولا شيء غيرها. سيدة مائدة منطقة الحضنة تتسيد المكان. الشخشوخة كما يطلق عليها محليا تجذب محبيها من كل صوب. المبتغى تذوق طعمها الأصيل. بالنسبة لطبق الشخشوخة يبقى الطبق التقليدي رقم واحد في الجزائر، وأنا مرة على مرة نجي الخيمة هذه نقصدها على جال باش نذوق طبق الشخشوخة اللي يبقى الطبق المفضل عندي أنا. الشخشوخة الأصيلة ليست سوى رقائق من العجين الذهبي تمزج بمرق من لحم الخروف، لكن سر لذتها أنامل هذه السيدة الخبيرة. جينا تاعها كما المعارك، ومن بعد احنا نشوطوها شواط خفافي كما نقولوا، نكبروا الشواط تاعها خاطرش لا تعود مزيته راه تجيب المح مريش. الى عادت مرقه مليحه ندوزنا الله الله، مهما الشواط قعد مليح ودوزينا مليح، الشخشوخه تجيب اللحم الخروف. فكرة إيجاد محلات لتقديم الشخشوخة وغيرها في مدينة مثل العاصمة تزايدت أيامنا هذه. قد تبدو فكرة غريبة للوهلة الأولى، لكن بالنسبة لإلياس فهي فكرة صائبة ومدرة للدخل. كانت الوالدة يما كانت ليها هي الفكرة تاعها أننا فتحناها في البلاد. من بعد شفت الطلبيات أنها تاع العاصمة بزاف هما اللي يحبوا أنهم حبوا التقليد هذا تاع الشخشوخة المهراس، حبوا التقاليد تراديسيونال. بون منها من مسيلة انتقلنا لهون إلى العاصمة. مثل هذه المحلات لا تقدم طبق الشخشوخة لوحده، فالقائمة تتضمن أطباقا تقليدية أخرى كالمهراس والبكبوك وغيرها. أسماء قد تبدو غريبة لكنها محبوبة هنا. لست متأكدا إن كان هذا البرنوس الوبري الأصيل يناسبني أم لا، سأترك الحكم لكم. أما أنا فسأهم بتذوق الطعم الأصيل في طبق الشخشوخة هذا. حسام تكالي، التلفزيون العربي، الجزائر. داخل هذه الخيمة تستحضر عادات الجنوب الجزائري الشاسع، ديكور تقليدي يفوح بعبق الأصالة النابعة من رائحة الشخشوخة والزفيط. تحضر الأكلتان الشهيرتان من رقائق الكسرى مع صلصة ساخنة تضاف إليها بهارات وتوابل جزائرية المنشأ، تطهى بكثير من الحب لتخرج لنا طبقا شهيا حار المذاق. المأكولات التقليدية معروفة من الوسط الجنوبي للجنوب. العادات مازال عندنا متحافظين على العادات نتاعنا. الخيمة هذه خيمة بسكرة، نجيبوا حنا ثقافة بسكرة نجيبوها للشمال. انت ممكن ما صحتلكش انك تهبط البلاد، نجيبوا لك ثقافتنا لهنايا. كي نعطيك أكلة تاكلها، حتى كي نشرح لك كيفاش جات ومنين جات ثم نوصل لك ثقافة المكان هذاك، كيف راهم يخدموا فيه، منين يخدموا فيه، كيف حتى خرجت الأكلة هذيك، كيفاش طوروها، كيفاش كانت قبل. كاين ناس ممكن تستعملها، دوك ناكل لك مثلا دباره. كاين ناس عندنا في البلاد يقول لك اعطيني دباره ناطير، دباره صحيه ما فيهاش حاجه المصبره، نستعملوها. مازالوا يستعملوا الطماطم المشرحه، يستعملوا الفلفل المرقد. شخشوخه كيف يستعملوها بالقمح، يستعملوها بالشعير، بالكسره نتاع الفارينه. على مائدة واحدة يلتئم شمل هؤلاء الأصدقاء الذين جاءوا خصيصا لتناول طبق الدبارة، أميرة حساء الجنوب الشرقي للبلاد. هذو المأكولات روعة ونفتخروا بهم تاع بلادنا
وماذا بينا يزيدوا يتقدموا اكثر. احنا في الجزائر كل ولايه والثقافه تاعها في المأكولات، كما بوسعاده عندها الزفيطي، كما واتسوف هذه الدباره، وجمعوهم كاع وداروا منهم طبقات خاصه المجتمع الجزائري. لمة وابتسامة وتبادل أطراف الحديث يحلو في حضرة الأكلات الشعبية التي تتجاوز كونها مجرد طعام إلى تراث يعبر عن تاريخ وهوية متجذرة حافظ عليها أهل الجنوب الكبير وتفننوا في طبخها وبرعوا في تسويقها، حتى باتت مثل هذه الخيام جزءا من الديكور في بلد مترامي الأطراف ومتنوع الثقافات. كريم قندولي، قناة الغد، الجزائر. إلى وقت قريب كان عليك أن تقطع مئات الكيلومترات كي تتذوق إحدى الأكلات التقليدية التي تتميز بها كل منطقة في الجزائر، لكن ليس بعد الآن. كل هذه الأطباق صارت الآن متوفرة في محلات تنتقل بك إلى أجواء بدوية أصيلة على بعد أمتار فقط من مظاهر التمدن في العاصمة. وتحضر في مطبخ موسى أطباق متنوعة من ثقافات الجزائريين على اختلاف أذواقهم. عندنا طعام، عندنا روز، عندنا مثوم، دواره، شوربه فريك، كراسه ليغيم، رشته، بركوك، شخشوخه ودوباره. تاع الشرق ولا تاع مسيله ولا اسمها مش كيف ديفيرونس كبير. كما شخشوخه كما دوباره كما شخشوخه هما يديروها بلا صوص، تسمى في كما نقولوا حنا الفتات تاعها يخلطوه بلا صوص ويطيب في البرمه. مي بسكره لا نديروا الفتات وحده ونسقوه بلا صوص. وعلى غرار الوصفات الدقيقة تجلب كل المقادير والتوابل من مناطقها الأصلية، وهو ما يجعل طبق الدبارة يحافظ على نكهته تماما كما يقدم في بسكرة جنوب الجزائر. ما يقدروش يجيبوها في الدار كيما هنايا، باسكو حنا اي حاجه يتخلط بليزيبيس، حنا نجيبوا ليزيبيس من بسكره باسكو يخدموهم مليح ثما. مام الفتات الكسره تاع الشخشوخه نجيبوها من بسكره. وتستهوي هذه الأطباق عشاق الأكلات التقليدية خاصة في فصل الشتاء البارد، فالاعتقاد السائد أن تناول الفلفل الحار الذي يتسيد المطبخ الشعبي يمنح شعورا بالدفء. محل واحد تلقى يدير الدبارة المسكرية، يدير الشخشوخة الباتنية بالحرار، ويدير الزفيتين تاع مسيلة. وانا بدوري تربيت في البادية على كل حال، ناكل الماكلات التقليديه، الخبز تاع الشعير وكذا. ما نفضلش انا الاكلات الحديثه هذه كما البيتزا نتغدى عليها، لان ما في حتى فيتامين وماناش متعود عليها. محلات الأكل التقليدي أصبحت تنافس المطاعم العصرية، خاصة وأن مرتاديها يجدون خيارات متنوعة من مطبخ جزائري واسع يجود بكل ما لذ وطاب. ياسمين موسوس، سكاي نيوز عربية، الجزائر. غير بعيد عن الحرم المكي وتحديدا بشارع الجميزة بمكة المكرمة افتتح مطعم يقدم أشهر الأطباق الجزائرية في بادرة تعزز التواصل الثقافي نظرا للإقبال الكبير عليه من طرف الزبائن على اختلاف جنسياتهم. جاي من الحرم فقالوا الاكل هنا طيب وكده، وخاصه الزيتون ده بيتعمل بطريقه جميله جدا. يعني طاجن زيتون. الزيتون في مصر بناكله احنا مخلل، ناكله جواه جزر كده، انما يعني اكلات ان شاء الله. الشيء الجميل ان انت تقرب من الجزائر تستفيد، اما تحفيظ قران، اما اشياء جميله، اما ابتسامه حلوه، كمان الاكل جميل. عرفنا باللي كاين اكلات شعبيه جزائريه. وحنا تعرف الجزائريين عندنا الفريت اومليت، عندنا القهوه، عندنا الامور هذه اللي ما كانش هنا في مكه. وبهذه السبه اللي جينا رانا ناكلوا هنا عند خونا، وماذا بينا ان شاء الله يتشهر.
يعد هذا المطعم مشروعا فريدا يجمع بين المطبخ الجزائري والتنوع الغذائي بمكة المكرمة، ويعكس رغبة الشباب في الترويج لمختلف الأكلات التقليدية والشعبية خارج الوطن. كان افتتاح من طرف أصدقائي إخوة جزائريين، كان عنده مبادرة أنه من أول يفتح مطعم جزائري وهنا في مكة، والحمد لله كان الله عز وجل وفقه ويسر الأمور. افتتح المطعم تقريبا عنده أسبوع من الافتتاح. ميني نيتي سار عندنا شوربة فريك تاع البلاد، عندنا طاجين زيتون، عندنا لابيري، عندنا شطيط حلحم، عندنا مثوم، عندنا مثوم ويتبدل الميني. كاين عدس، لوبيا، ابيري، كاين الدجاج، سردين وسلطه جزائريه. هذه كانت تجربه كما نقولوا ناجحه ما شاء الله. كان اقبال كبير بزاف بالنسبه للجزائريين، مام الدول الاجنبيه المسلمه كامل، مام كي ذاقوا الماكله ما شاء الله عجبهم الحال، ولا عندنا دي كليون نخدموا معاهم. مطعم يمثل جسرا ثقافيا للتواصل مع الشعوب الأخرى، ويشكل مثالا ملهما للشباب الساعي إلى تحقيق تطلعاتهم داخل أو خارج الوطن. حظيرة السيارات ممتلئة عن آخرها، وطوابير انتظار طويلة للعائلات الجزائرية أمام الأبواب، كل هذا من أجل الحصول على طاولة عشاء، مشهد يتكرر كل عطلة نهاية الأسبوع. كاميرا النهار رصدت الأجواء وكشفت الميزانية التي تخصصها العائلات لتناول ما لذ وطاب. داري خاص بالويكاند عندنا شاك دي جور كان جور هكذا نخرجوا نتعشى عموما 300-350 عشاء مع العائله مع العائله هكذاك. هي خرجت على كل حال مع العائله، دوكا ولات يعني روتين كما نقولوا، ونديروا غير شاك ويكاند تسخام لك با موان دو 10 000 دينار. ضغط كبير يقع على عمال المطابخ خلال أيام عطلة الأسبوع لتوافد الكثير من العائلات وكثرة الطلبيات لمختلف أصناف الأطباق. تدني القدرة الشرائية وارتفاع أسعار العديد من المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع لم يكن عائقا أمام العائلات للاستمتاع بالأجواء خارجا وصرف أموالهم على الكماليات، فأي دلالات يحملها هذا الإقبال الكبير؟ اتخذت أم رحيم من هذا المحل المزين بطريقة تقليدية مكانا للرزق بتحضير مختلف المأكولات التقليدية على غرار الشخشوخة والدوبارة ومأكولات أخرى التي تتميز بها المنطقة التي تربت فيها. أنا أم رحيم مختصة في أطباق تقليدية، راني خدامة دوكا في شيف دو كويزين في ريستورون تاع فيغاس في دالي إبراهيم. اون بليس كي تزوجت هنايا في الجزائر لقيت بزاف ناس يحبوا هاد لي بلا تاعنا تاع الجنوب، خاصه تاع الجنوب، شخشوخه، زفيطي، كان بزاف كيما يقولوا ماكلتكم بزاف بنينه، ماكلتكم بزاف بنينه. درتها انايا كومين بروجي في الدوبي، بديتها نخدم في داري لا ليفريزون، ومن بعد عيطوا لي عند هاد الريستورون وراني خدامه معاهم بور لانستون. مع التغير في الجو أصبح الإقبال على هذه المأكولات كبيرا من طرف المواطنين الذين يفضلون المأكولات التقليدية الجزائرية. والحمد لله دوكا داروا لنا محل هنايا غير كوتي عدي لابراهيم، نورمالمون ماشي بعيد من باش تجي ابي، وانا نكونسيي اللي يجي لهنايا. شوف لو ديكور ايت امبيكابل، الماكله الي امبيكابل، واللي يحبوا سعاده بلا ما يشقى عليها دركاتك.
احنا شغل لمينا كاع الاكله التقليديه الجزائريه، يعني شغل نوعنا، دينا شويه من بسكره، دينا من بوسعاده، دينا من الصحراء، دينا من قسنطينه، دينا من تلمسان. وشفنا بلي في لالين هذه تاع دار ابراهيم يعني قليل يخدم الاطباق التقليديه. لم تترك أم رحيم ما تعلمته يذهب هباء بالاستثمار فيه كمصدر رزق لها في ظل ضعف القدرة الشرائية. وسط مدينة سطيف يتواجد مطعم الكاري المشهور بأطباقه التقليدية، مطعم أصبح مقصد الشباب الراغب في تعلم طريقة طبخ هذه الأطباق. أطباق تقليدية مميزة جعلت مطعم الكاري الوجهة المفضلة لعشاق هذه الأكلات من مختلف الولايات. تحافظ الأطباق التقليدية وبمرور السنوات على عشاق لها لا تنسيهم فيها نظيرتها العصرية. الحصول على وجبة ساخنة وصحية بات مطلب الكثيرين خاصة الموظفين، ممن يضطرون لتناول وجبة الفطور خارجاً لتصبح المطاعم الشعبية مقصدهم الأول، مزيحة محلات الأكل السريع من الواجهة. في زيارتنا لأحد المطاعم بالعاصمة ودخولنا للمطبخ وجدنا أن الأطباق المنزلية تتصدر المكان كونها الأكثر طلباً في قائمة الطعام. اللوبيا، الحساء والأرز من أبرز الأطباق التي يفضلها الموظفون والعمال للحفاظ على صحتهم وتوفير بعض الدنانير.